واخيرا بعد انتظار سنتين بيرجع لنا مسلسل الخيال العلمي بلاك ميرور بموسم 7 جديد. المسلسل اللي بيقلب علينا المواجع ويلخبط لنا دماغنا من جوه. فالمسلسل دايما بيقدم لنا نظرة سوداوية مرعبة لمستقبل التكنولوجيا، واللي كل مرة بيخليك تسأل نفسك هو احنا رايحين على فين. واهلا بيكم في شيف افلام. وفي فيديو النهارده هشرح وراجع معاكم الحلقة الأولى واللي بعنوان كومن بيبل أو ناس عادية، واللي طبعا مش عادية خالص، من مسلسل الخيال العلمي بلاك ميرور. بس الأول أتمنى إنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، عشان دعمكم بيفرق معايا. ويلا بينا. المسلسل في شكله العادي بيتكلم عن زوجين اسمهم مايك وأماندا، اللي كل سنة دايما بيحتفلوا بعيد جوازهم في مكان اسمه جوبينر. وبنلاحظ إن الزوجة دايما عندها صداع قوي لحد ما بيجي مرة عليها بتفقد الوعي وهي في الشغل، والدكاترة بيقولوا للزوج إن عندها ورم على المخ وصعب يتشال ومش هيخليها تقوم من الغيبوبة اللي فيها. بس طبعا كعادة بلاك ميرور بيظهر حل تكنولوجي سحري، والحل المرة دي في شركة اسمها ريفر مايند، اللي مندوب عن الشركة بتيجي تقول للمايك إنهم يقدروا يصحوا مراته تاني، وده بإنهم هينقلوا بيانات دماغها بعدين يشيلوا الورم بعدين يرجعوا يشغلوا دماغها تاني، بس على أجهزة السيرفر بتاعتهم. يعني باختصار يشيلوا الورم ويحطوا زي شريحة مربوطة بسيرفر تبعهم. وطبعا بيتم إغراء مايك ويتقال له إن العملية الجراحية مجانا تماما، بس في شوية شروط صغيرة كده، زي إن في اشتراك شهري بقيمة 300 جنيه استرليني، طبعا مش مصري. ده غير في شوية شروط بسيطة كمان، زي مش إنها تقدر تروح لمكان بعيد، لأن الشبكات هناك ممكن ما تكونش متاحة، يعني تفصل منه شبكة، وده حصل فعلا في خلال الحلقة. كمان ممكن تنام وقت أطول شوية عن الطبيعي، لكن غير كده مراتها هتبقى زي الفل أكن ما حصلهاش حاجة. ومايك طبعا بيلاقي نفسه لازم يوافق عشان ينقذ حب حياته، وبنشوف بعد العملية إن مراته تمام وزي الفل والذاكرة شغالة وكل حاجة كويسة، وبترجع لشغلها في التدريس، وهي هنا بتدي حصص للأطفال عن النحل الروبوت اللي كنا شفنا حلقة عنه كاملة في الموسم السادس في الحلقة الثالثة. وكعادة بلاك ميرور بنشوف الجانب المظلم من التكنولوجيا واستغلال الشركات للناس المحتاجة، وده لما الدنيا تتلخبط مع أماندا وتبتدي تعلن عن منتجات وهي مش حاسة. يعني لما حد يكلمها في موضوع معين بتقلب على راديو اف ام وتقول اعلانات عن اي منتج، وده بيحصل ولا هي حاسة. ده غير انها بقت تنام اكتر عن ما اتفقوا عليه. لما يروحوا على الشركة عشان يفهموا في ايه بيحصل معاها بيتقال لهم اصل انتوا على الباقة العادية الكومن بيبل، ودلوقتي احنا عملنا باقة جديدة باشتراك شهري مميز بسعر 800، ودي باقة افضل لانها من غير اعلانات وتقدر تتحرك لاماكن اكتر. وهم اصلا كانوا بيدفعوا 300 بس بالعافيه، لان مايك كان اضطر ياخد شفتات اضافيه عشان يقدر يدفع. لما مراته دلوقتي بقت على مود اعلانات وتنام كتير، مايك بيضطر يشترك في موقع اسمه دام داميز، وده بيعملوا عليه حاجات غبيه عشان الفلوس، زي فكره تحديات التيك توك بس على اسوأ. وبنشوف ان مايك بيعمل اي حاجه مجنونه على حساب كرامته، وده عشان خاطر يلم فلوس تنفع اماندا انها تعيش بشكل طبيعي. لكن بعد كل ده وكل اللي يعمله مايك، اماندا بتلاقي نفسها بتنام لاكتر من 12 ساعه في اليوم، وده لان ريفر مايند عملوا باقة اجدد باشتراك اكبر وسموها لوكس، وده يحط مايك في ضغط اكتر، اللي اصلا طلعنا عينه ما بين شيفتات اضافيه وبين انه يعمل في نفسه حاجات مش عاديه عشان خاطر يلم فلوس الاشتراكات. ومع زياده ضغط الفلوس على مايك وحيرته في انه يدفع الاشتراكات اللي يقدر يخلي اماندا تعيش بشكل طبيعي، بيخسر شغله الرئيسي في الاخر، وده لما الناس اللي معاه في الشغل بتعرف اللي بيعمله في نفسه في موقع الاغبياء، وكمان بيتسبب في حادثه لواحد من اللي شغالين معاه. ومع الوقت أماندا بقت شبه الزومبي لأن مايك مش قادر يدفع، فهي يا نايمة أغلب اليوم يا إما صاحية تقول إعلانات، لحد ما خلاص بيجي وقت تقول للمايك إن الوقت حان كفاية كده. وده بعد ما قدر يشتري لها باقة صغيرة من الغاليين عشان تبقى طبيعية شوية في آخر لحظات حياتها، لأننا بنشوف إن مايك بيخلص على أماندا، وده بإنه بيحط مخدة عليها عشان يكتم نفسها، وده كان قرارهم هما الاتنين عشان كان صعب تفضل عايشة بالشكل ده. وهي دي حلاوة مسلسل بلاك ميرور، اللي يخوفك من المستقبل والتكنولوجيا وايه اللي ممكن يحصل، لان الشركات كلها شايفيننا كسلع وعايزين يستغلونا. فالحلقه بترمي اشارات واضحه على الشركات الكبيره اللي بتبدا معاك ببلاش وبعدين تبتزك تدريجيا لحد ما تبقى اسير في نظامهم، زي منصات المشاهده، الاشتراكات الشهريه، التطبيقات، كلها نفس الفكره، يا تدفع يا تقل المميزات عنك يا تتفصل تماما زي ما حصل مع مايك واماندا. وكمان الحلقه بتوضح ان الشركات ما عندهاش اي ولاء ليك، حتى لو كنت معاهم من زمان انت عندهم مجرد رقم، وهم في أي وقت بيقدروا يغيروا الشروط. وأكتر حد كان صعبان عليا في الحلقة هو مايك، لأن هو كان شايل كل حاجة على كتافه وحاول يساعد بأي طريقة حتى لو على حساب كرامته، وده عشان يورينا الاحتياج للمال ممكن يعمل إيه في الناس، وإزاي في تطبيقات أو مواقع بتقدر تستغل الناس زي الوضع الحالي. فإحنا فعليا بنشوف ناس بتعمل في نفسها أي حاجة عشان خاطر تجيب مشاهدات وتجيب فلوس. الخلاصة من الآخر، بداية عظيمة للموسم السابع، سوداوية كعادة بلاك ميرور، تمثيل قوي نهاية تقيلة، وقصة بتخبط في عمق الإدمان التكنولوجي والاستغلال التجاري العاطفي.
وبس كده، دي هتكون نهاية شرح ومراجعتي للحلقة الأولى من مسلسل بلاك ميرور اللي باسم كومن بيبل، أو ناس عادية اللي بقوا مش عاديين خالص. وطبعا هستنى أعرف رأيكم في التعليقات عن الفيديو والمسلسل. وفي الآخر أتمنى إنكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو لسه مش مشترك، وتفعلوا جرس التنبيهات، وفولو صفحات شيف أفلام على تيك توك والإنستجرام عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.